تخيل قائد عسكري ما نهزمش في ولا معركة، قائد واجه اقوى جيوش العالم وانتصر عليهم لدرجه ان اسمه اتحفر في التاريخ كاعظم قائد عبقري. والقائد ده هو خالد بن الوليد. خالد بن الوليد واحد من اقوى القاده العسكريين في التاريخ، وخاض اكتر من 100 معركه ونجح في هزيمه الفرس والروم، وكان بيقاتل بسيفين من غير درع. عبقريته ظهرت من اول لحظه لما استغل غلطه بسيطه في غزوه احد وقدر يقلب النتيجه لصالح المشركين قبل ما يدخل الاسلام. لكن بعد كده بدا يفكر في الاسلام ودخل الاسلام عن قناعه. اول اختبار ليه حقيقي بعد اسلامه كان في غزوه موت لما تولى قياده الجيش بعد استشهاد القاده الثلاثه، ونفذ انجح انسحاب تكتيكي في التاريخ من غير ما يخسر اي حد من الجيش بتاعه، وكان ليه دور كبير في فتح مكه وكمان في غزوه حنين اللي اصيب فيها. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم مسح عليه وقام يقاتل تاني. اما معركه اليرموك فدي كانت الانجاز الاعظم، 40,000 مسلم مقابل 240,000 من جيش الروم. انت متخيل العدد يا صديقي؟ خالد استخدم عبقريته في توزيع الجيش والمناوره، وبعد 6 ايام من القتال الشرس الجيش الاسلامي سحق الروم وفتح الطريق لفتح الشام بالكامل.